إن أمريكا تقول إن هذه ليست بمفاوضات، وإنما نحن نبلغ قرارات الأمم المتحدة، وأنتم تقولون بأنها يجب أن تكون هناك مفاوضات، أي بل هي انسحاب العراق من الكويت. أنتم تقولون أنها يجب أن تكون مباحثات. ماذا تكون الفائدة من هذه المباحثات إذا أنتم وواشنطن تصرون على مواقفكم؟ عندما كنا نطرح الحوار فهنالك فرق بين الحوار وبين مجرد إبلاغ الأوامر. نحن غير مستعدين لأن نستلم أوامر من واشنطن، وقلنا هذا الكلام منذ البداية وما زلنا نؤكده. مجلس الأمن اليوم هو تحت سلطة أمريكا، ولم يعد هنالك إعلامي واحد في العالم أو سياسي واحد في العالم لا يعرف هذه الحقائق، وأنتم في تركيا تعرفون الحقائق، لأنكم تعرفون يوميا وتلمسون يوميا دور أمريكا في دفع الأمور في تركيا باتجاه غير الاتجاه الذي يريده الأتراك أنفسهم. فإذا أنتم في تركيا رغم بعدكم عن أمريكا جغرافيا، ورغم أنكم دولة مسلمة بغض النظر عن عقيدة النظام، ولكن الشعب في تركيا شعب مسلم، والشعب في العراق شعب مسلم، ودائما وأبدا كان بين العراق وتركيا علاقات أخوية وعلاقات جيران حسنة، وأن أمريكا تعرف هذه الحقائق، ومع ذلك تحاول حتى على تركيا المسلمة لتدفعها باتجاه في تقرير مواقف في السياسة قد لا يكون متناسب مع موقف الرأي العام التركي. هل هناك احتمال لحل القضية عربيا؟ دائما هنالك فرص واسعة لأن يحل العرب مشاكلهم فيما بينهم، وقد برهن الزمن الماضي بأن العرب أقدر من أي جهة أخرى في حل مشاكلهم، ولكن على ما يبدو أن هنالك أطراف أصبحت تؤثر في بعض الأوساط العربية لا تريد أن العرب يمسكون بقضيتهم بأنفسهم